رافينيا الدوري الاسباني دقيق، واللاعب بادي واللاعب جودي. ادي اماميه المره دي، ادي التحرك وادي الضغط بيقدم اداء مميز جدا في اللقاءات الاخيره. وادي حكم اللقاء، الحكم الذي ادار عن يعني ارباح او فوائد خدمات بوسكيتس مبكرا في هذه شركه النهارده الصربي. اللاعب جاديل امامنا، جاديل وكريم رقيق على تشافي وظهور رافينيا بشكل مميز جدا. الجانب اللي فيه امامنا هو رافينيا يعني مذكر بس اصابه بوسكيتس ودخول كيسيك. دفع الميلان الموسم الماضي مره ثانيه. رافينيا يخطف هدف، لكن ليفاندوفسكي فرصه هدف وليفاندوفسكي، ولكن المره دي الرقابه زام والانضباط طبعا. وسجل في كندا وسجل كان ايضا الفريق الاندلسي فريق اشبيليه. ليفاندوفسكي ولكن على طول يغطي من هذا الجانب. يا ولد استلام من جانب جامد. رجوا في مطلع هذا العام بعد ما تعادل عن طريق رافينيا اللي فيها حلوه قوي، لكن الطويله المباراه ملعوبه على طول من جانب بيدري، لكن والضغط بالبارسا. ليفاندوفسكي يا ولد ليفاندوفسكي، لكن الكره تطلع وركله ركنيه خمسه. يلف الكره العرضيه الخطيره على القائم البعيد راسيه من داخل الايفواري فرانكيسي. مره ثانيه جافي، واحده من الهجمات الخطيره امامنا العرضيه، لكن يورو اكونيا واحده من الهجمات الواعده العرضيه لكن سهله كانت من اللاعب رافينيا. وايضا كره اللاعب ليفاندوفسكي التسديده اللي كان ابعدها ياسين بونو اللي هو المؤلف النشيد نادي برشلونه، من خلال اداء ومن خلال اهداف ومن خلال متعه.